كنتلي أنا طالبة كنت هندسة معمارية. فكأي طالب كان بمشروع التخرج لازم يختار توبيك معين إنه يشتغل عليه بناء هندسي. فبلشت عملية البحث عن إيش في مبنى هندسي كمدرسة أنا بدي أحكي بالأردن إنها تغطي احتياجات المصابين بالتوحد. ما لقيت بناء هندسي متكامل يحقق هذا الإشي. فهون بلشت فكرة إني أنا أشتغل للأطفال المصابين بالتوحد. وكأي بناء هندسي ومشروع هندسي في requirements معينة أنا مجبورة إني ألتزم فيهم. فكان في غرفة اسمها sensory room، أثارت الفضول كتير فيا إنه ليه موجودة وليه أنا لازم أحطها. فهون بلشت الفكرة إني أنا بدي ألاقي إشي بديل جوات الغرفة الصفية إني أنا أقدر إني أغطيها، لأنه هي بالنهاية فيها benefits. بس لما قست الريسك أوفر benefits ما حسيت إنه هي يعني البنفتس أعلى. فهون بلشت فكرة الابتكار تبعي. حاليا عم بشتغل على البروتوتايب تبع الابتكار بعد ما سجلته كبراءة اختراع ونموذج صناعي بال 2022. بدي أسوي منه بروتوتايب نموذج أولي أنزله على عدة معاهد ومراكز مختصة للتوحد، بحيث إني أنا أعمل عليه دراسات عملية بحت، نلاقي منها النتائج، وإن شاء الله يعني in the future نلاقي كمان دعم للاستثمار بهذا المشروع كابتكار إنه هو حل جديد للمصابين بالتوحد. شيء كمان جزئية إنه 90% من أطفال المصابين بالتوحد هن هايبر أكتيف، يعني نشطين كتير، فبالتالي لازم يفرغوا هاي الطاقة بإشي معين. فالجهاز بحقق هذا الإشي. و10% منهم هن أطفال عندهم خمول، فبالتالي احنا مضطرين انه نحرك الجسم تبعهم. فبرضه هذا الاشي بحقق نقطتين بنفس الوقت، وبنفس الوقت انه هو محطة تعليمية وآمنة للأطفال. يعني أنا دارسيتها كيف إنها بحيث إنها ما تأذي الطفل، لأنه بالنهاية يعني بدك تكون إشي وسيلة آمنة يقدر هو يستخدمها ويعتمد على حاله فيها. فهاي نقطة كتير أساسية. كذلك الأمر هي بتخفف كتير من اللي هي التانترم تبعت الطفل، اللي هي النوبات اللي بتصيبه. فهذا الجهاز اشتغلت عليه ككتلة كاملة كيف تحقق أو تغطي أكتر من جانب معين.